هو صحيح لو التساقط وراثي يبقى ما فيش أمل؟ تساقط وراثي، كلمة وراثة معناها إنه في جين موجود في الجسم هو المسؤول عن التساقط. طيب هو لازم لما الجين ده يكون موجود يحصل تساقط؟ ليه بيفرق من إنسان لإنسان؟ ليه بقى بيجي في السن دوت في العصر اللي احنا فيه ده؟ بيجي للشباب، كان زمان بنشوفه بس بعد الأربعينات، لأنه الجين ده بنسميه إيبيجين. إيبيجين يعني بيتأثر أو بيشتغل حسب ما أنا أتعامل معاه. يعني أنا بتعامل مع جسمي بطريقة كويسة هيفضل كامل لحد ما، هتعامل معاه بطريقة سيئة ومش هاخد بالي من صحتي هينشط وهيكون مشكلة كبيرة جدا. علشان كده الشباب اليومين دول بيبدأ يظهر عندهم الصلع من العشرينات. في أكل مش كويس دلوقتي، الفاست فود كتيرة جدا، حتى لو بيروحوا جيم برضو بيأكلوا أحيانا الفاست فود. في ستريس كتير قوي على الناس في الوقت الحاضر اللي احنا عايشين فيه. في أكل حاجة زي الجلوتين المعدل وراثيا اللي هو موجود في القمح، بيبقى فيه بروتين اسمه جلوتين. زمان لما احنا كنا بناكل الحاجات دي ما كانش بيبقى فيه قمح معدل وراثيا، ما كانش بيبقى فيه أطنان من المبيدات الحشرية والكيماويات بيترش بيها مزارع القمح. دلوقتي بقى أصبح في العكس، حتى إحنا دلوقتي مش عندنا بنزرع القمح، برضو لما بنستورده من بره بيبقى فيه نفس المشكلة دي. ساعتها أصبح بروتين الجلوتين اللي موجود في القمح مضر جدا، مش بس على الشعر، على كامل الجسم.